هنبدأ بقى النهاردة نتكلم عن الجزئية بتاعة الفرش. ازاي بقى لو انا هفرش للعميل فرش جديد، ايه الفرق ما بين الفرش الستاندر وما بين الفرش العمولة؟ اول حاجة طبعا بالنسبة لي بتبقى الكواليتي، الجودة. لما بفرش عمولة، الجودة بتاعة الشغل، ان انت بتنزل الورشة او بتنزل المصنع وبتتابع الشغل من اول الكبس، من اول شراء الاخشاب ونوعها وتقطيعها وتجميعها ودهانها والميكانيزمات اللي بتركب فيها، مفصلات، مكن ادراج، ميكانيزمات رفع، ميكانيزمات سرير. كل حاجه بتبقى بتختارها بنفسك. الدرجات، الالوان، الشكل الداخلي، الشكل الخارجي، الحاجات دي كلها بتبقى مختارها بنفسك بناء على الديزاين او بناء على التصميم اللي انت عامله. فدي بالنسبه لي اول ميزه في مميزات الاساس المتفصل او الاساس العموله. الميزه الثانيه او الميزه الاهم ان انا بقدر اتحكم في المساحه بشكل كامل. يعني ايه ببدا اتحكم في المساحه بشكل كامل؟ يعني انا ممكن المساحه اللي موجوده دي ممكن اعمل مكتبه مثلا. المكتبه دي ممكن تبقى مشتركه مثلا ما بين مكتب وما بين مثلا تسريحه وما بين مكتبه تلفزيون، واعملها مثلا بديزاين معين وابدا اعرضها على العميل. فانا هوظف المساحه دي، هعمل فيها 3 حاجات بس هم في الاخر قطعه واحده مثلا محطوطه متهندله بشكل معين، وانا استخدمتها توفي معايا بالغرض في ال3 خدمات دول. ممكن اعمل سرير مثلا واعمل منه درج من تحت بيتفتح سرير، فانا عملت سريرين في مساحه واحده. لو انا عندي ضيوف او حاجه فانا ممكن افتح الدرج والاقي سرير تاني او مرتبه تانيه ينام عليها مثلا الضيف. فانا برضو استغليت المساحه. بعمل مثلا السراير مثلا بميكانيزمات مثلا او الركنات بميكانيزمات اقدر استخدمها في التخزين او اقدر اطلع منها سراير. اقدر افصل الحاجه بالابعاد اللي انا عايزها. مش مفروض عليا زي ما هنتكلم بقى في الاساس العموله. في الاساس سوري، في الاساس الستاندر او اللي موجود في المعارض، انا لما بنزل اشتري في المعرض بنزل اشتري حاجات هي اوريدي مفروضه عليا. يعني غرفه النوم دي عجباني بس الدولاب بتاعها 2 متر و70 وانا كنت عايزه 3 متر، فبالتالي مش مناسب. غرفه النوم دي كويسه بس الدولاب بتاعتها خشب وانا كنت عايزها ازاز او العكس، فبالتالي مش مناسب. غرفة النوم هي مكوناتها دي: سرير واتنين كومود وتسريحة والشفونيرة والعلاقة بتاعت الملابس والدولاب. وهو الدولاب اللي على الحيطة الكاملة. طب أنا عندي الدولاب مثلا لو أنا كنت عملته مثلا حرف ال كان هيديني مساحة أكبر مثلا في التخزين، كان هيديني شكل أعلى. لا، مفيش الكلام ده، مش موجود في السوق أو مش موجود في الستاندرد. فبالتالي الفرش او الشغل العموله بيديني مساحه كبيره جدا ان انا اقدر انفذ الديزاين بتاعي، اقدر احط افكار في الديزاين بتاعي، اقدر استخدم المساحات او استغل المساحات بشكل كبير جدا، اوظف المساحه اللي موجوده عندي في اكتر من حاجه. فالافاده في الجزئيه دي بتبقى اعلى بكتير للعميل. في حته الجوده، في حته السعر. على فكره في ناس بتبقى فاكره ان الشغل العموله ممكن ان هو يكلف اكتر. لا بالعكس، من وجهه نظري الشغل العموله بيبقى تكلفته اقل على العميل في مقابل الجوده ومقابل ان انت بتبقى اول يد. يعني المعرض مثلا، المعرض بيخلص بيبدا ان هو سوري بيشتري من ورشه، الورشه دي بتبقى مخلصه ومخزنه فبتبقى حاطه كوست للتخزين. وبعد كده يبدا يشتري المعرض منه، فيبدا الحاجه تروح تتعرض في المعرض. المعرض ليه قيمه ايجاريه، ليه عمال شغاله، ليه مصروفات ميه وكهرباء وكذا 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 وكذا، كل ده بيحمل على مكسب الغرفه. فبالتالي الكوست بيبقى اعلى شويه من ان انا اجيب عموله من الورشه على طول، هو يا دوبك حاسب خاماته وشغله وتشغيله ومكسبه وبيبيع لي اول يد. فبالتالي باخد جوده اعلى وباخد سعر اقل. وده اطلاقا اطلاقا ما بقولش ان احنا ما نشتريش عموله، انا ما نشتريش جاهز، انا ما بقولش كده. انا بتكلم او بتناول الموضوع من حته مميزات وعيوب. فبالنسبه لي كحد ديزاينر مثلا او حد بعمل خدمه للعميل ان انا بشطب له بيته وبفرشه له، فانا يخدمني اكتر ان انا لو اشتغلت عموله. لكن الستاندرد اللي موجود في السوق كويس وجيد وعملي وفيه الشعبي، وكل عميل طبعا بيجيب حسب البادجت بتاعه، حسب امكانياته الماديه. كل السوق موجود فيه الحاجه الكويسه والحاجه الوحشه. والناس كلها دلوقتي ما شاء الله الناس بقت عارفه، بياخد نجار معاه، بياخد المهندس معاه، بيبدا يروح يبص ويتفرج والحاجه المناسبه ليه بيشتريها.
فاحنا بنتناول الجزئيه، مش ان احنا بنقول ان الستاندرد وحش ولا لا. وفي ناس على فكره كتير عندها معارض هي بتصنع في مصانع خاصه بيها، يعني هو اللي صاحب المعرض هو اللي بيصنع وبيبيع وبيعرض على العميل، لو انت عايز الدولاب الغرفه دي ويغير لك الدولاب اغيره لك، لو انت عايز الغرفه دي واصغر لك السرير اصغره لك. فده متاح وده متاح. بس انا بتكلم كمهندس او كحد هيبدا ان هو يشتغل او هيبدا ان هو عايز يعمل ديزاين ويبدا ان هو يحقق الديزاين بتاعه. فالافضل ليك ان انت تقنع العميل بان انت تفصل الفرش في ورشه او في مصنع خاص بيك، وان انت تباشر الكلام ده من الاي تو زد على اساس توصل لجوده عاليه بسعر مناسب باستغلال مساحات يكون افضل. وطبعا مع الوضع في الاعتبار ان انت بتبدا تعمل ديزاين 3 دي. فالديزاين ده عشان تحققه 100% لازم تبدا تفصل او تشتغل على كل تفصيله فيه. فانا ممكن اعمل الديزاين واحط فيه غرفه النوم، بس لما اجي انزل اشتري مثلا من المعرض ما الاقيش غرفه النوم اللي كانت موجوده في الديزاين، اجيب مثلا حاجه تانية بديله ليها او شبيهه ليها. فحودت شويه او بعدت شويه عن التصميم او المتخيل اللي كان في ذهن العميل ان انا هستلم الغرفه بتاعتي كده. فرحت اشتريت حاجات مخالفه للي موجوده في التصميم، فالتصور او التخيل ما جاليش زي ما انا كنت متخيله او زي ما انا كنت منتظر ان انا هستلم البيت بتاعي بالشكل ده او بالجزئيه دي. فرابع حاجه اتكلمنا فيها او رابع نقطه احنا بنتكلم فيها ان انا ابدا اشوف تفاصيل الفرش بتاعه البيت عامله ازاي. انا كل ده ولا احتكيت لسه بالمساحه ولا وظفت حاجه ولا عملت حاجه، كل ده ما هو الا ان بجمع معلومات، بشوف اللي هشتغل ازاي، هبدا اخد اول خطوه في الموقع ده ازاي، ايه المعطيات اللي عندي. يعني انا عندي معطيات وعندي بعد كده العميل هيطلب مني اشياء، وبعد كده منتظر مني النتيجه ان انا اخد المعطيات دي على الحاجات اللي مطلوبه وابدا اطلع نتيجه. النتيجه دي المفروض ان هي بعد ده وبعد ده تبقى مرضيه للعميل، او ان انا اقعد اتناقش بقى مع العميل فيها واحسن او اعدل الحاجات اللي مش عاجباه او اللي مش مناسبه ليه او مش المناسبه لحياته. تمام. فجزئيه الفرش ببدا اتكلم فيها او ببدا استعرضها مع العميل زي ما اتكلمنا بالشكل المناسب، وابدا اجمع التفاصيل عنها وابدا اشوف انا هشتغل ستاندر ولا هشتغل تفصيل. هبدا اشوف العميل عنده فرش ولا هنجيب فرش من اول وجديد. ولو عنده فرش هحتاج طبعا ان انا قبل ما اشتغل وقبل ما اعمل اي حاجه ابدا اخد المقاسات بتاعته والمواصفات بتاعته ودرجات الالوان بتاعته عشان ابدا اضيف ده للتصميم بتاعي وابدا اشتغل عليه وانجحه او اوظفه بالشكل او بالطريقه الجديده او بالطريقه اللي العميل طالبها مني. فبطلع من نقطه الفرش وبكتب المعلومات بتاعتها وبكتب التفاصيل بتاعتها، وببدا اخش على المطبخ مثلا والتجهيز بتاع المطبخ والشغل بتاع المطبخ ده بقى قصة تانية وموضوع تاني كبير ان شاء الله هتكلم معاكم فيه المرة اللي جاية.